الرابع عشر بقوله إن رائحته أقدر من رائحة الحيوان البري. فإن حقا في التاريخ المسلم من أطهر المخلوقات، أما النصراني فهو من أقدر المخلوقات. المؤرخ الأمريكي العالمي ويل ديوارنت قال في موسوعة قصة الحضارة بحجة أنها تفسد الأخلاق، وكانت من نتائج الحروب الصليبية طبعا لما خسرت دخول الحمامات العامة من بلاد المسلمين إلى أوروبا. يا سلام علينا، العالم كان عايش في قذارة وجاء الإسلام علمهم الطهارة. يا ابني روح اقرأ، يا ابني روح اتعلم، روح اقرأ عن الناس قبل الإسلام، ولا تقل هذا الكلام الذي يجعل الناس تضحك علينا. يعني متعلمين مننا النظافة، وكمان تيجي تستهبل علينا. بس اللي كان المفروض نسويه أنه نعلمكم الغسيل بالماء، اللي انتوا للأسف رجعتوا تغسلوا بالورق. بوريكم